والانوار والياسمين على كل حبايبي ومتابعيني في كل مكان. وحشتوني سامحوني على التأخير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة والجميع بألف خير بمناسبة الصيام الكبير ومناسبة شهر رمضان. كل سنة وكل اخواتي ومتابعيني بألف خير. النهارده هنعمل أكلة من أكلات الزمن الجميل، من أكلات جدتي وأمي وجدتنا كلنا. هنعمل ايه؟ هنعمل أكلة كلنا بنحبها، هنعمل الدقة المصرية، بس بكام تركايه حلوه كده بتزود الطعم وتدي تست حلو قوي. اساس الدقه السمسم. انا هنا معايا كوبايه سمسم، معايا كوبايه فول سوداني ده بجيبه من المقله، معايا كوبايه حمص، معايا كوبايه كزبره، ومعايا معلقتين كمون. بصوا حبايبي، الكمون والكزبره يعني كل حاجه لازم تتنقى، بس بدقه شديده تنقي الكزبره وتنقي الكمون، والسمسم متنقي. عايزه تحطي سمسم ابيض على محمص حطي، بس بتدي تيست، المحمص بيدي تيست حلو قوي، لان احنا يا دوبك بنطلع منه زيوت العطريه في ثواني وبنحطه، مش بنحمصه كده. ومعانا هنا طبعا زي ما انا قلت لكم الحمص والفول السوداني، وفي اضافه تانية هنحطها في الاخر، خليكم معايا. وطبعا الملح. اول حاجه بجيب هنا اول حاجه هحمصها هي الكزبره والكمون. انا عايزه الزيوت العطريه اللي فيها تطلع. كده شغال. انا مش بحمصها، انا بطلع الزيوت العطريه منها. انا ليه حمصت الكمون والكزبره مع بعض؟ عشان دول اول حاجه لازم يبردوا من السخونيه عشان بياخدوا لون بسرعه، هما والسمسم طبعا. بفضل اقلب فيهم كده. انا عايزه اقول لكم يا دوبك لسه حطاهم بامان، ريحتهم حلوه قوي. كزبره كمان من الحاجات الجميله. الكمون هي معلقه او اتنين صغيرين كفايه، لان طبعا طبيعه الكمون لما بيكتر في اي حاجه بيمرر الحاجه حتى في الاكل. انا بس يا دوبك بس ايه، استنى عليهم كمان ثانيه. هتجس كده يا دوبك كده دفيوا. انا مش هحمصهم قوي، انا دوبك طلعت منهم، شميت منهم العطور الزيوت العطريه. تمام كده. هنا بوله طبعا لازم ايه، هنيجي هنا برضو انا بحطهم يتهووا كده عقبال ما اخلص الباقي. هنزل هنا برضو بالسوداني. والسوداني لو لقيتي فيه اي حاجه طلعيها، يعني دي كانت قشره نطلعها مش مشكله. برضو هديله ايه، برضو دي اللي هتلاقيها زي كده طلعيها، يعني مش مشكله. اوكي. طبعا احنا جايبينه من عند العطار. انا برضو السوداني هديله زي ايه تحميصه صغيره كده، برضو مش تحميصه، برضو نطلع الزيوت العطريه اللي فيه. انا كل حاجه بديها ايه يعني ثواني على النار، بحيث ان هي ايه تحتفظ حتى لما تقعد معاكي مده. وهنا الكميه حسب ما انت عايزه، انا عملت من كل حاجه كوبايه، في ايدك تزودي الكميه زي ما انت عايزه. انا هنا ليه الهدف ان احنا بنسخن الحاجات دي كلها على النار؟ ليه؟ علشان لو قعدت ما تعطلش وتعمل ريحه. يعني الحاجات دي كلها فيها عطور زيت، سوري، زيوت عطريه، زي التوابل بالظبط. لو قعدت كتير ريحتها بتزرنخ، يعني اول باول الحاجات بتبقى فريش. ممكن تتعالي ثواني، بس حاجه تاكليها جنب طماطميه في الصيام، تتحط على سفرتك في اي حاجه تفتح النفس. لو انت مالكيش حاطه نفس للاكل
بتفتح النفس بامانه، انا بعملها على طول. طلعنا عليها كمان عشان نبقى يعني نكون صادقين، طلعنا على الدقه دي جميله. لو مالكيش نفس جنب كوبايه شاي وايه وتاكليه. برضو هعمل في السمسم كده، سوري في الحمص. بس الحمص مش هطول عليه قوي لان الحمص طبعا واخد تسويه جامده في المقله. ريحته جميله، ريحته بجد جميله. واي اضافات انت عايزه تضيفيها تاني حطي، يعني اي اضافات تاني. احنا هنحط حاجه جميله قوي في الاخر هتشوفيها معايا، هتديها تيست عالي قوي. جربيها وهتعجبك بجد. الدقه من الاكلات الجميله المصريه بتاعت زمان، بتاعت اهالينا اللي طلعنا احنا عليها. كفايه كده. السمسم برضو، السمسم من الحاجات اللي خليكي برضو يعني حساسه في تقليبها لان ما بتستحملش. عايزه تحطي خليط سمسم ابيض على احمر اوكي ماشي مفيش مشاكل، بس انا المتوفر عندي المحمص، والمحمص هو اللي بيدي تيست حلو قوي. عايزه تجيبيه انت بقى ابيض براحتك، انا بديك الفكره وانت اعمليها. برضه انا مش يا دوبك ايه يعني يدفى بس حاجه بسيطه. تمام كده. كفايه كده. هنصبه برضه هنا. تمام كده. دي برضه فيها قشره نطلعها. شايفين ببركه ربنا من كل حاجه كوبايه. ممكن تقللي تقللي عن كده، تكتري، دي حاجه ترجع لك. طبعا يبردوا، لازم تسيبوهم يبردوا خالص عشان لما نطحنهم ما يبقوش زي العجين. هنحط هنا الملح ده، انا مش هكتره ليه؟ عشان الدقه بطبيعتها لما بتحط لها ملح كتير وتقعد بتحدق. انا هحط حوالي معلقه ممسوحه، ولو احتاجنا يبقى في ايدينا نحط. ماشي. هقلبها كده واسيبها تبرد وهنطحنها مع بعض، وهنقول على المكون اللي هيديها تيست حلو وهيزود الكميه. طبعا المكونات دي كلها اذا كان السمسم او الحمص او الكزبره الحاجات دي غاليه. المكون اللي هنحطه رخيص شويه وجميل وبيدي تيست حلو، هتشوفوه معايا. تبرد وهنرجع مع بعض تاني نطحنها. ما بردت يا حبايبي، لازم تطحنيها وهي بارده خالص عشان ما تعجنش معانا. انا هطحنها في المطحنه العاديه بتاعه الخلاط. تمام. يعني انت اطحنيها. انا عملتها قبل كده في الكبه وما كانتش حلوه، كانت بتطلع خشنه. شايفين بقت ناعمه ازاي؟ يعني هنا هنفضيها بقى. بصي شايفين شكلها؟ دي طبعا ايه، هتفروليها بايدك كده لان كلها طبعا الحاجات دي كلها زيوت. شايفين؟ فرشتيها خالص كده. تمام. هخلص الكميه وارجع لكم. خلصناها. شايفين حلاوتها وفركتها كلها. شايفين؟ شايفين؟ عايزه اقول لكم ريحتها تحفه تحفه تحفه. تمام. هحط حاجه ليها هنا بقى يعلي التيست بتاعها قوي ومش غاليه زي المكونات دي. هحط ايه؟ هحط الذره الفشار. الذره دي اللي بتبقى عند بتاع المقله، الذره اللي هي بتبقى محمصه. تمام. بتدي تيست حلو قوي قوي قوي. انا هحط كوبايه. ليه انا طحنتها الاول الاخر؟ عشان ما ينفعش احطها مع المكونات دي مش هتطحن. تمام.
وانت بتطحنيها يبقى بريحها على الخلاط او على المطحنه بتاعتك. هطحنها شايفين شكلها حلو ازاي وريحتها تحفه 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 بجد، صدقوني جميله جدا ريحتها. هطحن بقيه الكوبايه، نرجع نشوف هنعمل ايه. شايفين شكلها. هقلبها بقى المكونات كلها مع بعض، واقلب المكونات مع بعضها. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه. انا دقت الملح، هي معلقه ملح حلوه ممسوحه. هنا بقى في امكانك عايزه تحطي شطه حطي، لكن انا مش عايزه احط لها شطه لان احيانا هتتاكل جنب اكل، جنب طماطمايه، جنب كوبايه شاي. قلبيها بس حلو عشان ايه الذره اللي احنا حاطينها دي تتجانس معانا. تمام. بصي بقى، في امكانك تعبيها ببطرمان، في امكانك تحطيها في اكياس في درج التلاجة. انا هعبي ببطرمانات وهوريها لك. الله على جمال الدقة وريحة الدقة وحلاوة الدقة وطعمة الدقة وأحلى أيام زمان، ترجعك لأيام البركة، أيام الصيام، أيام الزمن الجميل. بجد تحفة تحفة. تحطيها على السفرة كمقبلات، تحطيها على طماطم جنب كوباية شاي، تاكليها كده سندوتشات. تحفة 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 بجد. دقة من الآخر. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش في الاشتراك وسبسكرايب للقناة، وتفعلي زر الجرس للكل. هستنى تعليقاتك، هستنى لايكاتك. باي باي، سلام.